بعد التصريح ديال البرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان والدقيق المدعم ومشكل الغش، هل وصلنا لهذا المستوى؟ فاجعة كيعيشها عدد كبير من المغاربة خصوصا الطبقات الهشة اللي كيعتمدوا على الدقيق المدعم باش يوفروا الخبز اليومي. ولكن للأسف بعض التقارير والمشاهد اللي توصلت لها بها المواطنين كتكشف على كوارث داخل مطاحن ديال الدقيق، بحال طحن الأوراق أو مواد غريبة مع الدقيق. السؤال اللي كيطرح راسو هو فين هي الرقابة وفين المسؤولين؟ واش المواطن البسيط ما عندوش الإمكانيات يبقى ضحية هذا الاستهتار بصحته؟ المشكل غير في الدقيق، المشكل في العقلية ديال بعض المتلاعبين اللي كيستافدوا من الدعم وكيبيعوا للمواطن شي حاجة ماشي صالحة للاستهلاك، بلا ضمير بلا حسيب وبلا رقيب. هذا النوع من الغش كيهدد صحة المواطنين ويلزم مراقبة صارمة، خاصة محاسبة حقيقية، وخاصة وقف هذا التسيب. الدقيق المدعم خصو يكون وسيلة للكرامة ماشي سبب للذل والمرض. باش توصل بأي جديد لمرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك، وشكرا، إلى اللقاء.